طيب إيه أهمية الactor observer bias؟ إيه تأثيره؟ بيأثر على كذا حاجة وكلهم مهمين. أول حاجة بيأثر على السلف perception بتاعي، رؤيتي لنفسي، بطريقة بتعوقني عن النجاح أكتر من مستوى معين. ليه؟ كلنا بعد ما بنحقق بعض النجاحات اللي بتبقى متاحة أو سهلة نسبيا لينا بسبب طبيعتنا أو مواهبنا أو تفوقنا في حاجات معينة، بنيجي عند نقطة معينة علشان أتخطاها، علشان أطلع لمستوى أعلى من النجاح، محتاجة أصلح حاجات في نفسي أو أحسن حاجات في نفسي، أشتغل على حاجات معينة. وأحيانا ما بتكونش درجة أعلى من النجاح، بتكون نجاح في اريا مختلفة. يعني مثلا أنا ناجح في الشغل بس مش ناجح في العلاقات، ناجح في الفلوس بس على حساب صحتي النفسية. فسواء علشان أوصل لليفل أعلى من النجاح أو نجاح في اريا مختلفة، بحتاج أشتغل على حاجات، لأن الحاجات اللي اوريدي كويسة عندي أو متميزة عندي أو قوية عندي نجحتني لمستوى معين أو نجحتني في areas معينة. لكن علشان أتخطى ده أوصل لأكتر منه، بحتاج أشتغل على الحاجات اللي ما كانتش اوريدي قوية أو موجودة. لو أنا عندي الأكتر observer bias عالي، مش هشوف ده ولا هبقى عارف ايه هي الحاجات دي، لاني دايما بشوف انه الاسباب للنتائج السلبية اسباب خارجية مش اسباب فيا انا، فبالتالي مش هشوف ايه اللي فيا انا محتاج ان انا اشتغل عليه. تاني حاجة بيأثر عليها الأكتر observer bias في العلاقات، لما أكون دايما بفسر تصرفات الآخر اللي أنا بعتبرها غلط أو سلبية بحاجة شخصية فيه هو، ده بيؤدي لمشاكل كتير ملهاش لازمة، ولريزنتمنت أو ضغينة أو سخط من الطرف التاني، خصوصا لو أنا بعمل نفس الحاجات من غير ما أحس أو ببررها لنفسي من غير ما أحس.